بعد ظهور كفارستخيليا أصبحت الكرة الجورجية تحت الأنظار بشكل كبير. السوق الجورجي أصبح محل اهتمام العديد من الكشافين ووكلاء اللاعبين وأندية كتير جدا، وده طبعا بعد تألق كفارا مع نابولي والأداء العظيم اللي بيقدمه. حاليا الأنظار على موهبة جديدة، لاعب بيقدم أداء عظيم، عنده أهداف عالمية ومهارات فردية وأرقام مميزة جدا، ومهاجم زي ما قال الكتاب فعلا. كلامي عن اللاعب الجورجي جورجيس ميكاوتادزي، وخلينا نختصر الاسم بتاعه لان انا زهقت فعلا، هنسميه جورج زي كفارا كده. المهم اللاعب ده مقدم موسم عالمي ومقدم مستوى اكتر من رائع من وقت تصعيده وبداية رحلته الكروية. في الحلقة ده هنعرف كل حاجة عن اللاعب ده، هنتكلم عن بدايته مع كرة القدم والأندية اللي لعب فيها والأرقام اللي حققها مع الأندية دي، وهنستعرض أهدافه ومهاراته وأهم مميزاته وحاجات كتير جدا هنتكلم فيها عن اللاعب ده. بس فضلا وليس أمرا، اتمنى قبل ما نبدا الحلقه يا ريت توحد الله وتصلي على سيدنا محمد واعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس علشان يجيلك تنبيه بكل الحلقات الجديده. ومعكم اخوكم طوفان اهلاوي، يلا بينا نبدا الحلقه. اللاعب اللي قدامك ده اسمه جيورجيس ميكاوتادزي، وباكد لك تاني هنختصر اسمه لجورج. مواليد 31 اكتوبر سنه 2000، يعني عنده 22 سنه في الوقت الحالي. اتولد في فرنسا ولكنه مع الجنسية الجورجية، وبيلعب في منتخب جورجيا في الوقت الحالي. مركزه في الملعب مهاجم صريح، ولكنه بيقدر يلعب ليفت وينج ورايت وينج وبلاي ميكر وشادو سترايكر كمان. طوله 1.76 سنتي، ورجله الأساسية هي اليمين. تقدر تقول عليه جوكر في الخط الأمامي. قيمته التسويقية على ترانسفير ماركت 3 مليون يورو. جورج بدأ مسيرته الكروية في نادي سنت بريست الفرنسي، ورحلته بدأت في موسم 16-17. لعب موسم مع النادي ده ولكن ارقامه مش موجودة. بعد كده انتقل الى نادي ميتز الفرنسي، وفضل يتدرج في قطاعات الناشئين لحد ما تصعد للفريق الاول في موسم 2021. لعب ماتشين مع الفريق الاول ثم طلع اعارة الى نادي سيرانج البلجيكي، وده كان في نفس الموسم اللي تصعد فيه مع نادي ميد. والنادي البلجيكي ده احد اندية القاع في الدوري البلجيكي، نادي مش كبير يعني، ولكن جورج عمل مفاجأة كبيرة جدا وقدم ارقام ممتازة واكتر من ممتازة كمان. جورج لعب مع نادي سيرانج خلال الموسم ده 24 مباراة في كل البطولات، بمعدل دقائق لعب 2081 دقيقة، يعني تقريبا شارك في 23 مباراة، يعني تقريبا شارك في كل المباريات. سجل خلال الفترة دي 22 هدف وصنع هدفين، يعني ساهم ب 24 هدف في 24 مباراة. انت متخيل ان دي اول تجاربه الحقيقية مع الاحتراف؟ المهم كمل مع النادي ولعب معاهم الموسم الثاني 33 مباراة في كل البطولات، بمعدل دقائق لعب 2744 دقيقة، يعني تقريبا شارك في 29 مباراة، يعني برضو كان بيشارك في كل المباريات تقريبا. سجل في الفترة دي 14 هدف وصنع هدفين، يعني عامل 16 جول في 33 مباراة، وده رقم اقل من الموسم السابق ولكنه رقم جيد برضو. بعد الاداء الرائع ده قرر نادي ميدز انه يرجعه مرة تانية بعد ما اصبح مهاجم قناص بارقام كبيرة، وبالفعل رجع مرة تانية الى نادي ميدز الفرنسي من خلال الموسم اللي احنا بنلعب فيه حاليا، موسم 22-23. وبالمناسبة ميدز بيلعب في دوري الدرجة التانية الفرنسي، ولكن لما كان بيلعب فيه الاول كان بيلعب في دوري الدرجة الاولى. المهم رجع جورج للنادي ولعب معاهم حتى الان 28 مباراة في كل البطولات، بمعدل دقائق لعب 2265 دقيقة، يعني تقريبا شارك في 25 مباراة، يعني ما شاء الله للموسم الثالث على التوالي بيشارك في كل المباريات تقريبا. سجل مع نادي ميدز خلال الفترة دي 15 هدف وعمل 7 اسيستات، ومقدم موسم اكتر من ممتاز فعلا، ويستحق الاشادة بسبب ثبات المستوى الفني اللي عنده والايجابية الكبيرة والتأثير مع اي فريق بيلعب فيه من وقت تصعيده. طبعا لعب في ناديين ولكن كل المواسم ادى فيها اداء ممتاز وارقامه كانت رائعة بشكل كبير. اما
اما بقى لو هنتكلم على المستوى الدولي فهو لعب مع المنتخب الجورجي 13 مباراة بمعدل دقائق لعب 576 دقيقة، يعني تقريبا شارك في 6 مباريات فقط وقدر يسجل خلالهم هدفين وصنع هدف. تعال بقى ننتقل دلوقتي لمميزات جورج ونشوف ليه اللاعب ده بيحقق الارقام اللي هو بيعملها. اول ميزة واضحة جدا فيه واول ما تتفرج عليه هتشوف انه متعدد المراكز وعنده ايجابية بشكل كبير في الخط الامامي، ولاعب جوكر بالمعنى الحرفي للكلمة. لعب في مركز المهاجم الصريح، سجل 8 اهداف وصنع 3 في 15 مباراة، ولعب وينج ليفت سجل 3 وصنع 3 في 7 مباريات، ولعب في مركز 10 و8 صنع العاب، سجل هدف وصنع هدف في 3 مباريات، ولعب شار سترايكر سجل هدف وصنع هدف في مباراة واحدة فقط. الارقام دي كلها اكبر دليل انه لاعب مميز جدا وعنده تنوع كبير. هو مش اللاعب القوي قوي ولكنه اللاعب الذكي جدا، لاعب عنده سرعة بشكل كبير، عنده مهارة فردية عالية على أبعد مدى، وإمكانياته الفردية فعلا كبيرة، مسدد هايل برجله الاتنين على المرمى، وعنده تكنيك مميز جدا في التسديد سواء من داخل منطقة الجزاء أو حتى خارج منطقة الجزاء. لاعب عنده حلول دايما وبياخد أماكن مميزة للتسجيل، وعنده حلول في جميع المواقف اللي بيتحط فيها، بتلاقيه بياخد واحد والتاني والتالت، أو حتى الكرة تجيله ويشوط من مرة واحدة ويسجل، أو الكرة تجيله على العكسية وهو مش معدول على المرمى وتلاقيه بيعمل فنت مميز ويسجل. لاعب فعلا هايل. كمان الدريبل بتاعه عالي وكنتروله على الكوره مميز. كمان ضيف على اللي انا بقوله لك ده انه واحد من اذكى اللاعبين في التحرك ما بين الخطوط، ودي حاجة بارزة جدا فيه. ولاعب ما بيهبش الموقف وبيظهر في المباريات الكبيرة وما بيتفاجئش قدام الجول، الكرة بتجيله عارف بيعمل ايه. خلاصة الحلقة دي اني بكلمك عن واحد من اللاعبين اللي قادرة توصل لمكانة كبيرة في اوروبا في الفترة القادمة، لاعب مميز بامكانيات كبيرة وهيوصل لمرحلة كبيرة في اوروبا باذن الله، وده اللي انا بتوقعه، ده نظرا طبعا لقدراته وامكانياته الفنية العالية. احنا في انتظار كفارستخيليا جديد، احنا محتاجين نستمتع باللاعبين المواهب وجيورجيس واحد منهم. اخيرا اتمنى تقول لي رايك في اللاعب وتقول لي هل من وجهة نظرك يستحق يوصل لمكانة افضل من دوري الدرجة الثانية الفرنسي ولا انت شايف ايه؟ اخيرا خلصنا الحلقة، وزي ما اتكلمت عن كفارستخيليا اول ما انضم لنابولي وتوقعت انه هيبقى لاعب كبير، وبالفعل قدم مستوى عالي واصبح لاعب ب100 مليون يورو بعد ما كان ثمنه 5 مليون يورو فقط. دلوقتي احنا بنبدأ رحلة لاعب جديد هيتألق في اوروبا باذن الله. اخيرا اتمنى قبل ما تقفل الحلقه توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس علشان يجيلك تنبيه بكل الحلقات الجديده. وكان معكم اخوكم طوفان اهلاوي، استنى الكومنت بتاعك ونتقابل في حلقه جديده باذن الله. سلام.